مساء الخير، مساء النور، او صباح الفل والورد والياسمين حسب ما يوصل لكم الفيديو ده. عاوزين نعمل النهارده مخبوزات شيماء والزمن الجميل. عاوزه تعمل ايه؟ عايزه تعمل لكم بيتزا، وعجينه البيتزا يعني بالطريقه دي. تعالوا شوفوا. عباره عن دقيق. النهارده احنا هنعجن كيلو دقيق، ودقيق الكوثر طبعا انا معتمده بصراحه في كل حاجه، وملح وشويه زيت زيتون ومعلقه خميره كبيره وميه دافيه وبس. اي اضافات تانية دي بقى ترجع لكم انتوا. الكيلو عليه معلقه صغيره ملح، ونبدا ان احنا نقلبهم كده. معلقه كبيره خميره، ميه دافيه، نبدا نعجن. واي اضافات تانية بقى، زبادي، لبن، اي حاجه انتوا اعملوها، بس دي عجينه البيتزا الاصليه، عباره عن ميه ودقيق وملح وخميره وشويه زيت زيتون بنلف بيهم العجينه بتاعتنا في الاخر. وما بتبقاش عجينه طريه يا جماعه، بتبقى عجينه حلوه وناعمه كده ومش بتلزق في الايد. بصوا قد ايه زيت زيتون، مثلا ربع كوبايه على الكيلو دقيق. زيت الزيتون اهو ربع كوبايه، هنلم بيها العجينه بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ماشي. هركن العجينه بتاعتي، اغطيها بحاجه تخمر، مش هتاخد ربع ساعه تلت ساعه لان الجو حر جدا. الصلصه بتاعتي جبت طماطم وضربتها في الخلاط وصفيتها كويس جدا، وبعد كده حطيت عليها زيت زيتون، بودره ثوم، بودره بصل، حطيت عليها ملح، شويه سكر صغيرين، حطيت عليها شويه زعتر، وكده تبقى عجينه صلصه البيتزا بتاعتي زي الفل. بصوا العجينه زي ما قلت لكم ما لحقتش، شايفين المنظر؟ بصوا رشينا دقيق هنا كده، وهنبدا نقطع على حسب البيتزايه اللي احنا هنعملها، او على دقيق. الحشوه دي حسب ما تعجبكم انتوا، تونه، جبنه رومي، جبنه دايبه سايحه كده، عندنا الصلصه اللي قلت لكم عليها، جبنه موتزاريلا على شيدر. الحشوه دي حاجه ترجع لكم انتوا، انا اهم حاجه عندي اوريكم العجينه وبس. مش عايزينها لا تخينه قوي زي الكيك كده، ولا لسه هتخمر تاني لما نحطها في الصينيه، ولا رقيقه قد الورقه. هاي حلوه قوي بالشكل ده.